في ظل الحملات التبرعية لصالح المساجد التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يشهد مسجد عقبة بن نافع الفهري الواقع بولاية ميلا شلغوم العيد تحديدا بحي الشهداء جمع التبرعات على مستوى جميع الولاية، وذلك يوم 7 فبراير 2025. كما يشهد المسجد تطورا هائلا في الأشغال، حيث تخطى حاجز 65% في مدة عام ونصف، ويتطلع سكان الحي والقائمين على المسجد إكماله في أقرب وقت. كما ندعوكم من هذا الواجب الذي أوجبه علينا ديننا، وانطلاقا برسالة هذا الدين العظيم الذي جعل فعل الخير فريضة، والدعوة إليه عبادة، والتعاون عليه واجب. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإتماما واستكمالا لهذا المشروع لهذا المسجد، مسجد عقبة بن نافع الفهري، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. فإذا لم يستطع العبد أن يبني مسجدا يسعى لبنائه، فكلنا إن شاء الله نساهم ونتعاون في إكمال هذا المشروع. يقول تعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. بفضل ربي سبحانه ثم بفضل المحسنين وصلنا بالنسبه تاع حتى 60 حتى ل 65% في الاشغال تاع المسجد هذا. مازال نحتاج ان شاء الله مساعده يعاونوا الناس باه ان شاء الله في اقرب وقت نصليو فيه. احنا عندنا ان شاء الله يوم 7 في الشهر، يوم 7 فبراير، اليوم تاع جمع تبرعات لهذا المسجد، اللي نطلب من الساكنه تاع شلغوم العيد ولا الحي ولا حتى من اللي عنده معارف خارج شلغوم العيد بيعاون المسجد هذا في اقرب وقت، يعني في اقرب وقت باه نصليو على الاقل الصيف الجاي ان شاء الله ونكونوا نصليو فيه. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم وكثر خيركم على كل حال، ونتمنى ان شاء الله هذا المسجد راهي تاع الشبيبه، وحنا رانا بربي ان شاء الله نتعاونوا ونخدموا ونبذلوا الجهد تاعنا باش ان شاء الله تموا هذا المسجد هذا. احنا قرب من مسجد الشهداء في طور الانجاز، ندعو ان شاء الله الناس اللي شاركت فيه الكل بالخير وربي يجازيهم وربي يبارك فيهم، وندعو الناس يزيدوا يجوا باش يشاركوا يزربوا ننزلوا المسجد هذا نصلوا فيه ان شاء الله التراويح. نشكر الناس اللي تعاونوا على المسجد عن قريب وبعيد، وبارك الله فيهم ويحفظهم وربي يعطيهم ما يتمنوا، والشكر والحمد على هذا الانجاز اللي نجناه في مدينه شلغوم العيد، وخاصه الناس هذو اللي راهم حاكمين المسجد يوميا، ونشكرهم بزاف 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 وربي يحفظهم، والشكر والحمد لله. المساجد منارات يشع منها النور والهدى والإيمان. المساجد جمال وزينة البلدان. المساجد فيها يرفع الآذان ليجتمع الناس لعبادة الرحمن، وفيها ينشأ الولدان يتعلمون السنن ويحفظون القرآن. والمساهمة في بنائها مساهمة في نشر الخير وخدمة للإسلام. المساهمة في بنائها من أفضل وجوه البر والإحسان. المساهمة في بنائها ذخر للإنسان، فهي صدقة جارية وفوز بالجنان. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
أنا أمير بودي، طالب في مسجد عقبة بن نافع الفهري، أحفظ 40 حزب بفضل توفيق الله تعالى وبفضل الأساتذة الأكفاء القائمين علينا الذين وفروا لنا الجو المناسب لحفظ كتاب الله تعالى. ومع ذلك فإن المكان صغير جدا ولا يحتمل الكثير من الطلبة، ولذلك نرجو منكم تقديم المساعدة اللازمة لبناء مسجد عقبة بن نافع الفهري ليحظى الطلبة بمكان جيد لحفظ كتاب الله تعالى وللصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والله شيء مفرح اننا نشوفوا المسجد نتاعنا هذا في مده قصيره، في عام ونص نحق لهذه الدرجه، وهذا كل يرجع لفضل المحسنين اللي راهم قاعدين يساهموا بقوه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والموعد نتاعنا ان شاء الله يكون يوم 7 فيفري اللي باش نديروا الملمه تاعنا هذه ان شاء الله نكونوا بكل متجندين. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، إنجاز حضاري بالنسبة لمسجد حي الشهداء، وهذا بفضل المحسنين الصاهرين عليه منذ نشأته الأولى، وفي مشكور على المجهودات جبارة يقام بها المشرفين على هذا المسجد، وخاصة أعضاء الجمعية وسكان الحي بصفة خاصة، المؤمنين على مستوى الولاية بصفة عامة. ونشكر الإدارة التي ساهمت من قريب ومن بعيد في الإسراع بإنجاز هذا الصرح الديني. الشكر موصول إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في بناء هذا المسجد أو هذا الصرح الديني، ونخص بالذكر الساكنة شؤون العيد الذين انخرطوا في هذه البطاقات. شكرا لكم وبارك الله فيكم. حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. انطلاقا من هذا الحديث ندعو ونطلب من ساكنة شلغوم العيد خاصة وساكنة ولاية ميلا عامة الإنفاق من أموالهم في اليوم 7 من فيفري 2025 هذه جمع تبرعات لصالح مسجد عقبة بن نافع الفهري. فنرجو من الإخوة المصلين وعامة المواطنين الإنفاق في سبيل الله لأجل هذا المسجد، لأجل هذا الصرح العظيم